وراح تبديش اشرح انا. طيب ورا حجي بس هاي تربة الحسين عليه السلام اللي فيها الشفاء زين يشترط في هذه وهسه راح نسوي العمل قدامكم وشوفوا بركات الحسين. نسمع على هذا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اخوان طبعا هذا التراب هو من قبر الإمام الحسين، حصل من القبر الرئيسي، من القبر اللي داخل القبر. هناك من يشكك في تربة الحسين، لكن هذا التراب يختلف عن كل التراب، يعني حتى على التربة التي تصلي عليها الناس. ليش؟ باعتبار أن الروايات اللي وصلت هذا التراب يوم عاشوراء يصير أحمر ويصير كذا، هناك من يكذب هذه الحادثة. هسه الحج أبو لطيف موجود عندي تراب من قبر الحسين الأصلي، طبعا من القبر المبارك، قبر السيد الشهداء اللي كتب عليه الإمام زين العابدين هذا قبر الحسين بن علي بن أبي طالب. هسه الحج أبو لطيف راح يخليه بالمي حتى خلي العالم كله يشوف بأن هاي تربة الحسين. شوفوا شلون راح تنقلب التراب، ينقلب من تراب إلى دم. وهسه راح تشوفون القضية. الحج أبو لطيف راح يشوف قدامكم القضية شوي شوي. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا التراب طبعا هذا من قبر الحسين، هذا صار لونه لون الدم. هذا خلي العالم يشوف، يعني حتى اليوم اللي يشكك في هاي التربة المباركة، اللي يشكك في تربة الحسين، اللي يشكك يعني للأمانة هناك واحد، يعني هناك شخص من أهالي المدينة وأخذ من هذا التراب، وأنا كنت موجود قاعد أنا والملا علي الدلفي، وأخذ من عندنا تراب. كان مصاب بمرض السكر طبعا، لكن بفضل الله تبارك وتعالى وبفضل هذا الماء، انظروا إلى الماء كيف أصبح يتغير، انظروا إلى الماء كيف أصبح يتغير. هذا اللون الأحمر، لون الدم الأحمر الحقيقي. هذا شوفوا اخوان، شوفوا شوي انتبهوا، شوفوا زين. حجي بالاضافه لهذا اشتم العطر، يعني اشتم العطر، اذا مشتم هيش عطر سابقا. سلام حجنا حج احمد اخوي احمد كاف والله كاف شوي هو ما يصير يعني تحط لك ذره. سلام الله حج هذا حج هذا مال باقر ذول يتعامل بس شوي. حجي هذا المي اللي قلت لك عليه، وان شاء الله الله تبارك وتعالى عليك حج لك بالفا شفاء حجنا لا صبعك كبير حجي، صبعك بيبي ما بقدر يحكي اشربونا ما يصير والله الاستئذان. خلينا نحصل بابا ريحة خبل. حجي سلام الله. ولا هاي حلقة ان شاء الله.